مرحبا شباب، معكم عماد البني من قناة ألعاب برامج أندرويد. اليوم جبنا لكم موضوع جديد واللي هو استراتيجية جديدة بكلاش رويال بدون استعمال ولا بطاقة أسطورية. يا شباب، اللي ما عنده بطاقات أسطورية مثلا حيقول إنه والله أنا حظي مو منيح كذا. لا، مو شرط. مثلا هلا أنا ما عندي بطاقتين أسطوريات واللي هن سباركي والمقبرة، والاثنين ما بستعملهم، يعني غالبا بيروحوا كثير كتير. فنحن حنستعمل اليوم استراتيجية تعتمد على الهوج والتجميد والملك غالبا يعني. أول شيء استعمال هي الاستراتيجية بيكون كالتالي: إنه أول دقيقتين بنحاول إنه ما نهجم، نحن بس ندافع بدون ما ياخد الخصم غير شيء بسيط من الدمج تاع براجنا. وبس لينزل الوقت تحت الدقيقة نحن حنبلش هجومنا. الهجوم حيكون كالتالي: حننزل أول شيء الملك، بعده الهوج، بعده التجميد لأنه حنكون احنا مصمدين إكسير كتير. والتجميد أنت بننزلها لما ينزلنا مثلا سواحر، هياكل، حشد مينيون. بعدين نزلت احنا مع الوقت وراء الارشر، وهيك نكون اخذنا اول برج بالرياحة. احنا حنجرب هلا، مش رح يكون اكتر بهي هجمة. بس نفتح الصناديق. حلو، نوعا ما حلو. يلا نقول بسم الله. اوه، ليفل 9، حلو كتير. رح نستنى لحتى هو ينزل. اوه تمام، حلو كتير. عرفنا انه معه ليجندري. تمام، مو مشكلة. حننزل الملك هون. وطبعا الدفاع هو اقوى وسيله للهجوم. احنا بندافع مطرح ما هو عم يهجم، بهالحالة نوقف له جيشه وبنحاول نجيب شوية دمج من برجه. خلينا نجرب ننزل الهوج هلا، مع انه احنا هسه ما بنعرف شو جيشه، بس ان شاء الله بتزبط معنا. اوه، ما تدخل بشي من هون. احنا حنعمل هيك معناتها. وهي اخذنا اول برج برياحة. حلو كتير. اوه، ليش هيك عم يلعب؟ ما عم ينزل كأنه شي. شو الحظ هاد؟ نزل برابرة، فارس. لا، بوب نوب مو ظابط. ارشر. وهي اخذنا البرج الثاني. طبعا هاي الهجمة ما ححسب لكم اياها لانه ما بعرف ايش الخصم متساهل كتير وما عم يقرب. يعني يا بعرف ولا بيعرفني يعني. بس معلش، حلو كتير يعني. هي حتى اخذنا الخصم قبل ما ننزل لتحت الدقيقة. اوه، صندوق ذهبي ممتاز. طيب رح نجرب هجمة تانية، انه هاي الهجمة ما تعد محسوبة لانه الخصم ما دافع بنوب. فرح نجرب هجمة تانية. ليفل 8 معقول نوعا ما. طبعا. طبعا احنا ما بنستخدم الانفيرنو غير بالدفاع، وبس لنحاول ناخد اول برج عشان نحاول اذا كان الخصم كتير صعب ضدنا بس ناخد برج واحد انه بكفي. معه اتش، حتأثر شوي على الهوج. نزلها شوي. على فكرة الآشر عندها قوة خيالية إذا طورناها. ليش هيك ما يشتغل؟ يلا حلو. حاولنا ندافع قد ما نقدر بدون ما ياخد ولا شي من براجنا. حلو، حلو كتير. إجا بالوقت المناسب. تعال. ما راح تلمس البرج إلا إذا لمسة واحدة. ما لمسه والله. الويتش ما بتأثر كتير على البرج. يلا قرب الوقت لحتى نحن نفوت. دقيقة واحدة ونفوت. خلينا نجس النبض للهوج لنشوف شو عنده شي مضاد إله. نجرب. نطلع حتى التجميد كمان. اوه، هياكل حلو منيح انه معنا اسهم. يا حلو، حلو كتير.
اوه جوليم، نستخدم الانفرينو بشكل كبير. نحاول نحشد له جيش للجوليم، لأن الانفرينو محتمل إذا نزلناها يعطينا فاير بول يروح لنا إياه. هلا حنبلش فيك، وهلا نزلت مليون للتنين. دافع. يلا الجوليم خالص. حلو حلو كتير، حلو كتير، روعة. ننزل بابرة ونجهز حالنا نزت الهوج والتجميد سوا. اوه شت. تعال تقلك. لاحظوا انه نحن اخذين اكتر شي من البرج، مو هو. يلا رح نفوت هلا، بس المشكلة عنده هياكل رح يعذبونا كتير، بس نحاول نموت الويش قدر المستطاع. اوه هجمة مباغتة. طبعا الجولم ان تركناه رح ياخد البرج براحته كمان، بس هلا احنا صار دورنا مباغت بقى. نو 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 نو، راح الهوج رايدر. طبعا هي الهجمات لا تخلص، يا بتخلص بتعادل يا بفوز إلي غالبا. يلا صار التدخل. يلا 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 يلا. اوه ما انتبهت البرج، يا ويلتاه راح البرج. معلش معلش معلش، بنحاول هجمة تانية. رح نجرب هجمة تانية ونركز على البرجين هالمرة انه ما ياخد شي. اوه على الهجمة ليفل 10، يا ترى حنقدر ناخده ولا لا. حنجرب. اوه شو الجدبة هي. طبعا ملاحظة كبيرة انه لازم ما تفعل برج الملك لحتى تاخذ البرج اجباري، لانه ان فعلته رح يضايقك كتير بالهجوم. ورح نبلش نهجم نحن. طبعا ما زال هو ما عم يهجم، نحن حنجرب نهجم. والهوج والتجميد، بظن انه رايح على المسح. وبظن انه رايح على المسح. على المسح يا وحش. هي تاني هجمة بيجيني واحد ما بيعمل ردة فعل. شو عم يصير؟ مش رح ناخد يا ترى هلا. نفضي، يعني منيح نوعا ما. تعالوا نفتح صندوق التاج معكم. اوه نت. 406 منيح. جوهرتين منيح. مليون كمان على فكرة كتير قوايا مناح. جمع اكسير ما بستعمله. ساحر ممتاز. وعملاق ملكي كمان ممتاز لأنه بستعمله أحيانا باستراتيجيات تانية. وهيك نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ومثل ما حكوني عدد المشتركين انه بدهم كلاش رويال، في كمان مشتركين تانيين حكوا عن موضوع تاني كمان رح ننزلهم اياه بالحلقة اللي بعدها. واتمنى من كل اللي عم يشوف الفيديو يحط اشتراك ولايك، ويكتب بالتعليق انه شو الموضوع اللي بدي احكي عنه، اي تحدي بدكم اياه ان كان بكلاش اوف كلانس او كلاش رويال. طبعا كلاش اوف كلانس يعني للتاون 9 ماكس حد اكبر، يعني انه لسه ما عندي انه قرية تاون 10 وتاون 11 لحتى اكون في باولر مينيار. فاي تحدي بدكم اياه بكلاش اوف كلانس او كلاش رويال في ينزلكم اياه، في ينزلكم استراتيجيات كلاش اوف كلانس كمان اذا حبيتوا. انتوا بس علقوا واكتبوا شو بدكم، وبتمنى كمان الاشتراك واللايك ما تنسوا. وشكرا كتير لكم، كان معكم عماد البني من قناة العاب برامج اندرويد.